هل بالإمكان أن للمسلم أن يغير القضاء والقدر؟ مسألة الآن، متى تقول قدر الله ما شاء فعل؟ متى تقولها؟ في الحاضر وفي الماضي، شيء أتممته أنت ووصلت إليه. أما في المستقبل هذا الذي نقوله. إذا ممكن بس نعيد يا شيخ، أنا بصراحة شوية كلمة، لا أحسنتم، كلمة قدر الله ما شاء فعل. لا يقول فلان لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. كلمة قدر الله ما شاء فعل، لماذا تقولها ومتى تقولها؟ في الحاضر تقولها وفي الماضي تقولها، انتهى الأمر. مثلا تقول انتهيت من المرحلة الجامعية في التخصص الفلاني، تقول قدر الله ما شاء فعل، سواء كان في الترغيب أو الترهيب، سواء كان في الحسنات أو في السيئات، تقول قدر الله. هذه عقيدة في الحاضر الآن، انتهيت منه الآن، قل قدر الله ما شاء فعل. لم تتصل على فلان، قل قدر الله ما شاء. اتصل عليك فلان، اتصلت عليه، فعلت كذا، اشتريت كذا، بعت كذا، قل قدر الله ما شاء فعل. طيب المستقبل هو الذي إجابتنا على هذا السؤال، هل بالإمكان أننا نغير القضاء والقدر؟ لا، أنت ما تغير بنفسك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم ثابت، لا يرد القضاء إلا الدعاء. وهذا فيه دليل كفقه هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن القضاء مكتوب. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ليس معناه أنك أنت ترد القضاء ولا يفعل ولا يحدث بالدعاء، لا، أنت تدعو الله عز وجل في الأولى والآخرة عموما، في بداية الأمر في نهايته أنت تدعو الله عز وجل. ولكن عندما قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، معناته أنك تدعو الله أن يصرف عنك هذا الشيء، أو تدعو الله. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله؟ وما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شرور أنفسنا؟ صح. فالشر قد يقع منك، أنت السبب، فأنت تتكلم في المستقبل من هذا الدعاء وتدعو الله عز وجل في المستقبل. هل تدعو الله عز وجل في الماضي؟ لا. أو في الحاضر؟ تدعو الله عز وجل في المستقبل.